ازيكم حبايبي، احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. من مطبخ ناني الاحلى الاكلات. النهارده هنعمل مع بعض الصابون. شايفه الصابونه حلوه كده وكبيره ازاي؟ بجد يعني من شويه زيت كنا هنرميهم، عملنا كميه كبيره قوي من الصابون. وبجد يعني طلع الصابون روعه، وطريقته سهله جدا وبسيطه خالص ومش هيكلفك كتير. وشايفه كده الصابون، شايفة الرغوة بتاعته؟ بجد يعني مش قادرة اقولك كان الصابون جميل جدا ازاي. وقبل ما نبدأ بالفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويلا نبدأ بالفيديو بتاعنا. اول حاجة بجيب بولة وبنزل عليها بمية الليمون. انا غالية كمية كبيرة من الليمون، او بشيله كده على جنب وعشان انا بستخدمه كتير. بتعملي المية دي ازاي؟ انا جايبة هنا نص كيلو من الليمون وعليهم 2 لتر من المية، وسبتهم وعصرتهم وبالقشر بتاعهم غليتهم على البوتاجاز وصفتهم وسبتهم يبردوا. فانا هقولك على كمية اللتر، لو انت هتعملي لتر زيت هياخد كام منك. انا هنا عاملة كمية كبيرة، فانا هقولك كده تفاصيل للتر الواحد، وانت بقى براحتك تضاعفي الكمية براحتك خالص. ان لتر الزيت بياخد حوالي كوباية الا ربع من مية الليمون، وبياخد ب5 جنيه بوتاس تجيبيه كده من عند العطار. يبقى اول حاجة بننزل بمية الليمون، وبعد كده بننزل بالبطاطس وبنفضل نقلب فيهم كده. هو طبعا هيبقى معاكي سخن لدرجة الغليان، فانت بتفضلي كده تقلبي فيهم لحد ما يبردوا، وبتركنيهم على جنب لما يبردوا. انا هنا بصفي الزيت بتاعنا، طبعا انه الزيت ده مستخدمينه فبيكون فيه شوائب، فاحنا بنصفيه بالشكل ده. وبصفي كمية الزيت اللي معايا كلها وبركن الزيت على جنب، مش هستخدمه دلوقتي. برجع لخليط البوتاص والمية الليمون. طبعا لتر الزيت بياخد حوالي معلقة الا ربع سكر ومعلقة الا ربع ملح. انا طبعا هنا عاملة كمية كبيرة فانا بنزل كميات كبيرة. انا بديكي معيار لتر علشان انت بقى براحتك الكمية اللي انت هتعمليها. طبعا ممكن تنزلي بيهم اول ما تنزلي بالبطاطس على طول، برضو مش هيأثر معاكي. وبعد كده بتفضلي كده تقلبي فيهم كويس قوي. تفضلي كده تقلبي لحد السكر والزيت بتاعك يدوبوا خالص. طبعا كده السكر بتاعنا والزيت داب خالص. بعد ما بيدوب بتنزلي طبعا لتر الزيت بتنزلي له بنص عصير ليمونه. طبعا انا بعصر كمية الليمون اللي انا عايزاها. وبعد كده بنفضل نقلب كده في الخليط بتاعنا كله. تفضلي تقلبي. طبعا اهم حاجة هنا يفضل انك تقلبي كده بمضرب يدوي، هيساعدك انه الخليط كده يجمد بسرعة. بعد كده بنزل بكمية الزيت. طبعا بتنزلي بالزيت كده واحدة واحدة مع التقليب المستمر. طبعا زي ما احنا قلنا حسب الكمية بتاعتك، اهم حاجة في الخلطة دي التقليب المستمر عشان الخليط بتاعك يجمد. اهو بنقلب كده واحنا بننزل بالزيت زي ما احنا شايفين. محاولي ما تجريش الفيديو علشان في شوية تكات كده واسرار كده في النص هنقولك عليها. طبعا خلصنا كمية الزيت بتاعتنا كلها. تفضلي تقلبي كده كويس خالص. وبعد كده بتجيبي سائل الاطباق، طبعا اي نوع هينفع، بريل اي حاجة اي اللي موجود معاكي. وبتنزلي بنص كوباية كده من المسحوق او السائل. وبعد كده ما نزلنا بالكمية بتاعتنا مع التقليب برضو المستمر زي ما احنا قلنا. وصفتنا كلها اهم حاجة تقلبي كده فيها. شايفة اللون بدأ يبيض كده ازاي معاكي؟ يبيض ازاي؟ شايفة
بدأ كده لونه يتغير وبدأ يتقل معاكي. بعد كده بنزل بحوالي نص كوباية دقيق وزيهم نص كوباية نشا. طبعا النشا بتخلي كده الصابونة تتقل معاكي وما تتكسرش. تفضلي كده تقلبي. طبعا احنا مش عايزين اي اثر للنشا او الدقيق. طبعا انا زي ما قلت انا عامله كميه كبيره، ما تركزيش مع الكميه اللي انا بنزلها. انا بديكي مقدار لتر واحد من الزيت. تفضلي كده تقلبي. وبعد كده ما بتقلبي الخليط معاكي، شايفه بيه ازاي. انا هنا طبعا الصابون هستخدمه في غسيل الاطباق والمواعين بتاعه المطبخ، فمش حابه احط له اي اضافات ريحه، بس علشان يبقى ريحته كده حلوه نزلت كده بحوالي معلقه فانيليا كبيره سايله، بجد يعني بتديله ريحه حلوه قوي. وطبعا لما بتستخدميه في غسيل الاطباق مش بيأثر كده في ريحة الأطباق، مش بيخلي لها أي ريحة. طبعا ادي الصابون بتاعنا، شايفة تقيل ازاي، بيه تقيل قوي كده. فادي القوام المظبوط. طبعا انا جبت صينيتين، هصب الصابون بتاعنا في الصواني وبرجع نشوفه كده مع بعض. ادي الصابون بتاعنا بعد ما صبناه. طبعا انا حاطه في كل صينيه كيس من تحت، كيس بلاستيك، علشان طبعا الصابون بتاعك ما يلزقش في الصينيه. شايفة بجد يعني قوام مظبوط. طبعا انا هسيبه لمدة يوم كامل ان الدنيا شتاء، اما لو الجو صيف تسيبيه حوالي 12 ساعة علشان يبقى كده جامد معاكي الصابون. او بعد ما بينشف الصابون بنرجع كده نشوفه مع بعض. شايفة بعد ما بات ليلة كاملة، شايفة بجد يعني. طبعا تسيبيه يوم كامل مش ليلة، يوم كامل. بجد يعني مش قادرة اقولك صابون جميل ازاي. شايفة. يلا كده نقطع كده الصابون. طبعا انت بتقطعيه براحتك، كبير صغير حسب راحتك كده. شايفة صابونة حلوة وكبيرة ازاي. بجد يعني هيوفر معاكي كتير، وهتستخدميه كده في كل حاجة، في غسيل الاطباق، غسيل هدوم. بجد بيديكي نتيجة حلوة قوي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. باي باي.